ومن هذا المنطلق عزيزي المشجع الاهلاوي بخصص اهو عشان انا في فقره النادي الاهلي. الماتش اللي جاي هيبقى فيه ضغوط جباره. واحده من الضغوط ديت هو حكم لقاء العوده اللي هو بملاك تسيما، الحكم الاثيوبي بملاك تسيما. شوف هقول لك بس رايي كده في سطر. انا واحد من الناس مش عاجبني تعيين الراجل ده اصلا للمباراه ديت. مش مرتاح، هقول لك مش مرتاح ليه باختصار شديد. واحد بينهي حياته التحكيميه، اخر مباراه ليه. انا يا باشا دي اسمها ايه؟ شبهات دي ولا مش شبهات؟ شبهات يا باشا. ايش ضمني؟ يعني انا ايش ضمني يا اخي؟ الشك داخل قلبي يا اخي، طمني. الشك داخل قلبي يا اخي، كنت تجيب واحد تاني، لكن ما عليه. فلنفترض ان هو راجل فير جدا 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 وهيختم مسيرته التحكيميه فير جدا جدا. طب افرض اخطأ، مين هيحاسبه؟ حد يقول له تعالى تحاسب؟ ولا اي حاجه خالص. فبيني وبينك لا انا ولا انت راضيين عن التحكيم، ولا انا ولا انت، عشان احنا برضو ايه فاهمين القصه كلها، راضيين عن انه بملاك تسيما يبقى هو حكم المباراه دي تحديدا، يعني فاهم النهائي ده تحديدا، ماتش العوده تحديدا يعني. فانا وانت ما اشتريناهاش من الاول، خلاص ما اشتريناهاش، الشروه على بعضها كده ما تلزمناش. فاحنا متفقين على دي، متفقين على دي. بس انا وانت لازم نفهم نقطه مهمه، ان احنا لازم نتعلم من اخطائنا اللي مرينا بيها، لانه التاريخ دايما بيعيد نفسه. فخليك ذكي، خليه يعيد نفسه في الحاجات اللي انت عايزها مش في الحاجات اللي انت مش عايزها. التاريخ بيقول ان احنا وقعنا في خطأ، بما فيهم الراجل اللي بيكلم سيادتك دلوقتي، وقعنا في خطأ الضغط على حكم زي بكاري جسامة. انا وانت عارفين قصته كانت عامله ازاي. بكاري جسامة اتكلمنا عنه قبل مباراة منتخبنا الوطني امام الكاميرون، وضغطنا بكل ما نمتلك من قوة اعلامية، وهاشتاجات للجماهير وهاشتاجات للمعرفش كذا وكذا وكذا، ومجلس الاداره مجلس اداره الاتحاد ضغط، والاعلام ضغط، والجهاز ضغط، وكل الناس ضغطت، كل الناس ضغطت. هذا الضغط كنا نظن بيه انه سيحيد الحكم، لكن مش ده اللي حصل. كان العكس تماما. حكم مستنفر مستفز جدا جدا. طرد ساعتها الكابتن وائل جمعه وطرد كيروش، وكان ناقص يكمل على الناس اللي في المدرجات يطردهم، ويطلع كمان يطرد الناس اللي بتتفرج على الماتش. ما كانش عنده اي مشكله خالص. ولذلك خلينا نتعامل بذكاء وبحكمه. سيب الاهلي واداره الاهلي تتحرك في مباحثاتها وطلباتها واتصالاتها، وانا عارف انه ده بيحصل في هذا الشأن. وارجوك لا هاشتاجات ولا ضغط من الناحيه دي ولا كلام في القصه ديت، لسبب بقى تاني مهم جدا جدا. ارجوك ما تصدرش ده للعيبه الاهلي قبل المباراه. ما توديش اللعيب هو حاسس انه عنده 60% مش ما هو اصل الحكم، ما توديهوش كده. ما ينفعش، مش الاهلي يعني، فاهم؟ ما توديهوش بالروح دي. لا 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 لا, لا. وبقول لك ده ليه؟ لان انت امبارح مثلا تعرضت لظلم تحكيمي فادح بكل ما تحمله الكلمه معنى، ده اللي حصل امبارح يعني. حلو، بس انت كان بايدك مثلا تقوم مخلص الماتش ده 3 وما يخشش فيك الجون. فرغم تعرضك لظلم تحكيمي الا انك طلعت باللي انت عايزه. مش انا وانت متفق، احنا بتوع كوره، فانا وانت فاهمين ده كويس. انت تديني حقي، لكن مالكش دعوه تشجع عليا تقول لي كسبت ما كسبتش. انت تديني حق يا باشا في الاول وفي الاخر. فانا شايف ان انت ما خدتش حقك امبارح، ومع ذلك كنت ممكن تكسب لك 3-0 امبارح مرتاح، 4 كمان وخلاص وخلصنا. اللي حصل حصل. وبالتالي مطلوب من الناس ان هي تسيب لعيبه الاهلي في كامل الدعم الفني وبحاله فنيه وباحساس طول الوقت انه ده الاهلي على فكره، والاهلي كبير، والاهلي فريق فعلا تقيل. انما تصدير المشهد للناس انه الماتش خلص ده رقم 1، انه البطوله خلصت ده رقم 2، انه خلاص يعني الموضوع كده، وانه هتتطبخ، وانه الحكم، وانه القصه، وانه هذه السيناريوهات لن تاتي الا بالفشل على النادي الاهلي. الاهلي راح السنه اللي فاتت وكان لديه كثير من الحق، بل الحق كله، في فكره ان مباراه النهائي تتلعب على مرتين. ولكن لا اخفي عليك سرا، وانا وانت شفنا ده كويس، الاهلي راح هناك للوداد هو مغلوب، مهزوم نفسيا. اللعيبه حاسه انه الموضوع
مش بتاعنا على فكره، هو مش بتاعنا، احنا حاسين بالظلم واحنا اتظلمنا، فالموضوع مش بتاعنا، فجواك انت نازل خاسس لك بتاع حوالي 60% من قدراتك ان لم يكن اكتر كمان. وبالتالي انت محتاج تخليك ذكي جدا جدا في التعامل النفسي. وتاني وتالت ورابع، ما في لعيب في العالم كله يقول لك اصل ما بتابعش السوشيال ميديا، اصل ما بتابعش اعلام، ليه يعني؟ ما مش هتقع قدام فيسبوك، مش هتقع قدام تويتر، قدام بوست، قدام حد من قرايبك فاتح التليفون وسامع الفيديو، ما مستحيل. فانا ما تسمعوش الكلام ده وما تحسسوش الاحساس ده. حسسه احساس انت لعيب في النادي الاهلي، مقاتل في النادي الاهلي، اللي قبلك عملوها في رادس، جوه الصفاقسي، في تونس عملوها قبل كده، فانت تعرف تعملها. وصل له ده دايما طول الوقت، ما توصلهولوش بقى بالشكل السلبي بتاع، يعني انا شوف الناس ايه عايزين نعمل هاشتاجات ونطلب من الاداره ان هي تضغط على البتاع وننزل بيانات. ارجو من مجلس اداره النادي الاهلي، انا متخيل ان هم عندهم الفطنه والحكمه دي، وانا متاكد ان هم بيعملوا كده، انه ما يكونش في اتجاه باي شكل من الاشكال، لا بيانات ليها علاقه بالتحكيم ولا بالحكم ولا باي حاجه من القصه دي. عايزين نخلي كل الدماغ بتاعه القصه كلها الاهلي هيفوز بافريقيا.